من كام سنة وانا بقولك اوعي لما تشوفيها في السوق تشتريها. اوعي تشتريها، انا بقولك اهو وانا بحذرك. طب ليه يا حنون ما نشتريهاش؟ كنت في سوق السمك النهاردة اللي دايما بجيب منه في المسلة. لأن الأسعار هناك بتبقى معقولة حلوة يعني غير بقية الأسواق. ولقيت البسارية دي وأنا بجيب السمك، عجبتني جدا، شكلها نظيف، حجمها كبير حلو، سعرها معقول من غير فصال من الراجل. بكام؟ قال لي ب40 جنيه. جبتها حطيتها في شبكة كده زي ما انتوا شايفين، صينية شبك، شطفتها بسرسوب مية خفيف كده خالص، وطلعتها حطيتها على الصينية بتاعتها لحد ما تصفي ميتها شوية. شايفين حلوة ازاي؟ طبعا لو في اي سمكة مختلفة عن سمك البسارية شيليها. انا لقيت هنا سمكتين مكرونة بس سبتهم. معلقة ملح كده، معلقة كبيرة، وقلبيها عليها وسيبيها عشان تصفي المية، بس ما تسيبيهاش اكتر من ساعتين عشان ما تنشفش. وده تعليمات ياسمين. ياسمينة عاملة أزعرينة بتاعة الفسيخ دي، سمكة المكرونة اللي أنا لقيتها وسبتها، قلت هتتخلل هيجرالها ايه. هي قالت لي لو لقيتي السمكة أم كرش وبطن دي شيليها عشان بتكون سامة، بس الحقيقة أنا ما لقيتش منها. وانا بحذرك. طب ليه يا حنون ما نشتريهاش؟ ما تشتريهاش يا باشا عشان انت لوحدك اللي هتاكليها، مش هتسيبي فرصة لحد ياكلها. تعالي بقى نعمل سوا مع بعض احلى بسارية، هنكملها سوا. بصي بقى. بعد 3 ساعات بالظبط كانت مصفية مية مش كتيرة وما نشفتش قوي. خدتها حطيت لها معلقة ملح كبيرة كمان، رشة ملح بسيطة في أرضية العلبة. من ضمن التعليمات اللي قالتها لي عشان تنجح معاكي، ما تحطيهاش في أكياس ولا في برطمان وتكتميها، حطيها في علبة مربعة كده بحيث ان هي الكيلو يبقى يدوب زي سطرين 2 فوق بعض كده. وفعلا جبت علبة مربعة وحطيتها فيها. انتي اي علبة عندك بغطا اعمليها. بعد ما حطيت ده كله حطيت معلقة بابريكا. كنت بسألها ايه الزيت الأحمر ده، قالت لي يا حنون دي معلقة بابريكا ومقلبين عليها كوباية زيت، وهي بعد شوية بتديني اللون الأحمر ده. وتفضيها على وش العلبة وتسيبيها يوم أو يومين بره، وبعدين شيليها جوه التلاجة. شايفين الزيت ده؟ هو ده اللي أنا كان نفسي تبقى البسارية طالعة باللون ده. غطيتها وسبتها. بعد ساعة داخلة المطبخ لقيتها بسم الله ما شاء الله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والله العظيم. يعني اولا انا فرحت جدا ان هي ما شاء الله شكلها حلو زي ما انا عايزة بالظبط، وفرحت قوي ان ياسمين ادتني المعلومات بالظبط. ولما عملت كل اللي هي قالت لي عليه ادتني النتيجة اللي انا كنت عايزاها، الحمد لله. انا بشكرك جدا يا ياسمين، وبشكر اي حد في المجال وفي اي مجال بيدي المعلومة بثقة وضمير ومش خايف على الارزاق، وبيقول الارزاق بايد ربنا عز وجل. لما سألتها ايه السر في ان البسارية اللي هي بعتها لي لونها احمر كده، الزيت بتاعها لونه احمر، جايباه منين؟ قالت لي على السر. وكمان لما سألتها هي ازاي بعد ما هي مخللة، وانا هي عندي بقالها اكتر من شهر والله، ازاي حلوة كده؟ قالت لي برضو على السر. وسألتها على حاجة مهمة جدا، ازاي هي كده ما فيهاش ملح؟ تقدري تاكليها حاف تسالي، تقدري تاكليها بعيش، تقدري تاكليها بالليل الصبح. يعني انا كنت بتعشى من دي امبارح الساعة 12 واحدة بالليل حاجة زي كده، والله طلعتها وتعشيت منها. ساعات الواحد بيبقى مش عايز ياكل مش عايز ياكل جبن، مش عايز ياكل بطاطس، مش عايز ياكل اي حاجة، عايز ياكل حاجة حادقة كده. فطلعتها اكلت منها، اتمنيت ان انا اخللها. رحت السوق الصبح لقيتها موجودة قدامي في السوق، رحت جايبة كيلو. طب انا عايزاها اعملها زي بتاعت ياسمين اللي بعتتها لي بالظبط، وبعتها لي بقالها مدة وزي الفل عندي. فلما سألتها قالت لي على كل التفاصيل اللي انا قلتها لكم في الفيديو. يلا بقى بسرعة، يا تطلبوها من ياسمين يا الا تجيبوها وتعملوها، وهو الموسم بتاعها وسعرها مش غالي والله، 40 جنيه. هي بتتراوح بس على حسب الحجم الحلو اللي انا جايباه ده ب 40 جنيه، بس في اماكن فيها ب 30 وب 35. فشوفي انت بقى هتجيبيها بكام وهتعمليها، يا الا ريحي دماغك وهاتيها من ياسمين. السلام عليكم.